لحد ما قفلت تقريبا 10 او 11 شهر وما قدرتش اكمل بقى، خلاص طاقتي خلصت. لقيت ان انا عمال اشتغل بس علشان اعمل في فلوس، وفقدت المعنى من الحياه. في ناس كتير مش هتفهم من الجزئيه دي، وفي ناس هتفهمها عادي. انت هتوصل لمرحله هناك انت مش هتبقى عارف انت بتشتغل عشان ايه. طب انت بعد ما تشتغل عشان الفلوس، طب ماذا بعد؟ وبعدين عمرك اللي ضاع، حياتك اللي ضاعت عشان تنجح ناس تانية فوق منك، هيدك بقى ومشاكل وايميلات بقى، وما اقولكش حوارات كتير قوي. فانا لقيت ان كل وقتي او كل شبابي بيضيع في عمليه متكرره بتاعت الوظيفه كل يوم، والنتيجه واحده. يعني القرش بقى قرشين، القرشين بقوا 3. طب انا فين؟ انا شغفي اصلا وانا رايح الامارات كان نفسي اعمل فيديوهات هناك. انا ما كنتش لاقي وقت اعمل فيديوهات. كان نفسي اعمل حاجات كتير جدا، كنت فاكر ان انا هقدر اعملها بس ما عرفتش اعملها. والحاجات دي لو اتاجلت بالنسبه لي ما كنتش اعرف اعملها، لان الحاجات دي لقيت ان انا عشان اعملها محتاج مثلا 5 سنين في هناك او 3 سنين. من الحاجات اللي كانت بتصعب عليا نفسي وقتها ان انا ما كنتش لاقي حد يصورني. يعني انا كان نفسي ابدا موضوع الفيديوهات بتاعت الاكل، او فيديوهات الاكتيفيتيز اللي في دبي او الحاجات دي. ما كنتش عارف اصور نفسي حرفيا، ولا الاقي وقت اصور نفسي، ولا الاقي وقت انزل اصلا يبقى عندي طاقه اللي خدها مني الشغل اصور نفسي، ولا الاقي وقت للمونتاج. واصلا انا طول اليوم في الشغل قدامي كمبيوتر، هروح هيبقى عندي طاقه اقعد على الكمبيوتر تاني بعد 8 ساعات قدام الكمبيوتر، وهناك شغل. كان الموضوع صعب.